السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. سحبت اليوم الجمعة قرعة الدوري الاحترافي لكرة القدم للموسم الرياضي 2024-2025 في مركب محمد السادس بالمعمورة، وأفرزت القرعة وقوع لقاء الديربي بين الرجاء والوداد في الجولتين 11 ذهابا و26 إيابا. ويستقبل الرجاء خلال مباراة الذهاب على عكس الموسم الماضي، فيما سيكون الوداد الطرف المستقبل في الدور الإياب. وتجرى مباراة الكلاسيكو بين الرجاء والجيش الملكي في الجولة السابعة ذهابا، ويستقبل العساكر في مباراة العودة في الجولة 22. وفي الكلاسيكو الآخر يستضيف الجيش الملكي فريق الوداد في الدورة 13، وتجرى مواجهة الإياب في الدورة 28 بالدار البيضاء. أما ديربي الرباط بين الجيش الملكي والفتح الرباطي فإنه سيقام خلال الجولة السادسة، بينما مواجهة الإياب في الدورة 21. جدير بالذكر أن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية كانت قد كشفت مواعيد انطلاق المنافسات الكروية المحلية برسم الموسم الرياضي 2024-2025، حيث حددت موعد انطلاق الموسم الجديد من البطولة الاحترافية لكرة القدم برسمها يوم الجمعة 30 غشت الجاري. البرنامج الكامل للجولة الأولى: الرجاء يستضيف نهضة بركان، المغرب الفاسي مع الوداد الرياضي، المغرب التطواني ضد أولمبيك آسفي، اتحاد توارقة ضد الفتح الرياضي، حسنية أكادير مع اتحاد طنجة، النادي المكناسي مع نهضة زمامرة، والدفاع الحسني الجديدي مع شباب السوالم، وشباب المحمدية يستضيف الجيش الملكي. شكرا على المشاهدة، ولا تنسونا بوضع متابعة للقناة ليصلكم كل جديد.